'Cause all of the small things that you do are what remind me why I feel for you. And when we're apart and I'm missing you, I close my eyes and all I see is you. 'Cause all of the small things that you do are what remind me why I feel for you. And when we're apart and I'm missing you, I close my eyes and all I see is you. مساء الخيرات يا جماعة. النهاردة فلوج بعنوان زهرة تايهة بجد وسط الأهرامات. وإيه يعني طريق ما شاء الله بجد. أنا لما بحب أغامر لوحدي مكنتش متخيلة إن أنا هغامر بالشكل ده. أنا ماشية في طريق لا أحد فيه يتكلم، صوت صراصير الحقل. أنا مش عارفة وشي مضلم كده ليه، بس ما علينا. بجد يا جماعة يا ربي حاجة كده فريدة، بس الجو تحفة. ما علينا، أهم حاجة الجو تحفة. بس أنا عايزة أوريكم بجد. بصوا مفيش حد ماشي، بس في هنا الاهرامات شكلها خطير. الطريق ده تقريبا لسه مفتحش، عشان كده مفيش غيري انا اللي ماشيه. ده حاجه سبيشال، بس ما علينا يعني، عشان انا تايهه. انا ماشيه عشان أنا تايهه اقسم بالله. ف حاجه تحفه، طريق جميل. شفتوا مفيش غيري انا والكيس اللي بيطير ده. انا شخصيا بطير، يا رب اوصل للوجهه يا رب، عشان كده كتير بجد. واخيرا وبعد معاناه، اي يا عمو في ايه، خلاص وصلنا المتحف. بس بجد معاناة لا أتمناها لألد أعدائي. اللهم الزوج الصالح مع عربية، عشان بجد كده كتير. من أمام المتحف المصري الكبير Grand Egyptian Museum. جدو رمسيس. انا عايزه اقول بدايه مبشره، انا كده كده جيته قبل كده، بس يعني نحاول نوثق بقى كل حاجه بجد. حف ميوزك كمان علشان الحضاره المصريه، فعارفه اللي هو اول ما حد يدخل جوه كده يدخل يعيش الاجواء، فبجد حاجه تحفه. واللي ورا دي الخراطيش اللي فيها اسماء الملوك على مر بقى الفترات بتاعت مصر، ف حاجه تحفه بجد. وده جد رمسيس، جد رمسيس حبيب قلبي، ف حاجه حلوه قوي. جدي بما اننا شفنا الواجهه، فتعالوا بينا بقى نطلع فوق. انتوا عارفين احلى حاجه عجبتني فيه ان هم عاملين مكان للاسعافات اوليه، مكان للصلاه، وما شاء الله في كل دور فيه حمام. مثلا لو هنتوضى او اي حاجه، فبجد حاجه توب التوب يعني. هنا بازار سياحي طبعا مش للمصريين عشان اسعاره فوق الخيال، بس ما علينا. المهم ايه، فنراه الان الدرج العظيم، ولكن عشان انا مش قادره وصحيت على قدي هطلع اسانسير. ف بسم الله. بصوا تحفه 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 بجد، خطير. قررت اغامر واطلع على السلم عشان اشوف الاثار الموجوده، فبجد حاجه تحفه وفكره عبقريه، فكره بجد خطيره. اللي هو عارفين تطلعوا الاسانسير مثلا وتتفرجوا على كل قطعه بشكل كده سينماتيك. لا بجد تحفه. واه هنا واو يا جماعه يا جماعه بجد، انتوا متخيلين عملوا الحاجات دي من الحجر بشويه يعني معدات بدائيه جدا. انا كل مره يزداد الفخر، اقسم بالله كل مره يزداد الفخر ان انا بدرس الحاجات دي. ف يا جماعه انا اقسم بالله فقدت طاقتي على السلم، مش قادره، خلاص فيصت بجد. هقعد ارتاح شويه بعد كده ادخل اشوف القاعات اللي جوه، عشان خلاص خلصت طاقتي. بس عايزه اوريكي الفيو ده تحفه. هو الفيو تحفه. لا عايزه اصور معاه بس مش لاقي حد يصورني، عيط. ما علينا، نقعد هنا بقى نرتاح شويه. نحن الان
ندخل القاعة. تحفة. استنوا، البتاعة دي حلوة اوي، حلوة اوي يا جماعة. عرض القطع يعني في منتهى التحافة. متحف يتحط جوه متحف، عشان بجد هو تحفة بجد. انا مبهورة، انا مبهورة. انا عاجبني طريقة عرض اللوحات دي، عشان يعني مش عارفة بس حاساها حلوة اوي. عارفة هنا الصيد في الأحرش تقريبا. فتخيلين الألوان لسه موجودة. أي نعم في حاجات عليها بقايا عليها، بس يعني يعني الرسمة لسه واضحة، الألوان لسه موجودة فيها، حاجات تحفة. ده تقريبا الماشية. وهنا ايه؟ لا مش عارفة هنا ايه الصراحة، استنوا مبغش واقول لكم. الموسيقى والرقص، يوجد موسيقى اهوت صح. عارفين الموضوعات حاجة اجتماعية، تحس ان هم يعني ما اتغيروش عن دلوقتي، او احنا ما اتغيرناش عن دلوقتي يا جماعه، يعني بجد تحفه. ده هنا ايه؟ استنوا، ذبح الحيوانات، بس مش شايفه حيوانات الصراحه. ممكن الحاجات اللي موجوده عليه يعني مش موضحه أوي، بس عموما اللوحات دي كلها تحفه تحفه تحفه. الالوان بتاعتها عجباني قوي. لا انا ولا قال لي اي حاجه. انا لسه في اول قاعه، ولسه ما لحقتش اصور، فعشان بجد يعني متحف الله اكبر الله اكبر خلاص، يعني اكبر متحف في العالم، فدي حاجه فخر قوي. فانا بجد عايزه اغطي كل الحاجات اللي موجوده فيه، فاهو الحمد لله الحمد لله نور. عايزه اغطي الحاجات اللي موجوده فيه كلها، بس يا رب اتمنى يعني ان شاء الله. فبجد هو حلو قوي حلو قوي حلو قوي، اللهم بارك. فرفيهم مكلفين. قاعدة شكلها حلو قوي. ايوه بصوا يا جماعه، اقسم بالله سوري، بصوا بتاع ده زين، واكنه لسه معمول اول امبارح. اقسم بالله تحفه، يعني مش متخيله. اقسم بالله يعني ده بقى، استنى ما اشوف اللوحه مكتوب عليها من كام سنه. ده من الاسره الرابعه. انتوا متخيلين يعني ايه من الاسره الرابعه؟ خشب، هو اكيد تم ترميم ده خشب ابانوس ماشي اوكي، بس ولا اكنه اول امبارح معمول. ازاي؟ انا منبهره انبهار تام يا جماعه. انا في قطع بجد عايزه اتصور جنبها، مفيش حد يصورني، عيط. ما علينا. القاعة دي تحفة، مخلين المناظر اللي موجودة تتحرك بحيث نفهم هما بيعملوا ايه او هما رايحين فين. بجد تحفة. يعني هنا اجانب، منظر اجانب رايحين يقدموا الماشية لصاحب المقبرة، وهنا مناظر صيد في الاحراش هي بتتحرك، مناظر صيد تحفة شكلها خطير. وهنا تقريبا مش عارفة عمل طقوس او تقديم قرابين، هي بتقدم هنا تقريبا زهرة اللوتس. حلوة اوي. مش فاكرة المقبرة دي بتاعت مين الصراحة، بس استنى انا عايزة اتأكد الصراحة، بس هي تقريبا ابشة، لان ده منظر اجانب، والاجانب دول مش غراب عليا عشان انا شفتهم قبل كده. زي ما انا قلت، مقبرة خانم حتب التاني ده كان حاكم اقليم. دي كل المناظر اللي في المقبرة بتاعته تحفة، مناظر حيوية، مناظر تقديم القرابين اللي هم الاجانب بيقدموا الحاجة بالاقليم قرابين وكده يعني. فبجد تحفة تحفة. بصوا والله العظيم كانوا بيهتموا بأدق التفاصيل. هنا حاجات حلوة قوي، الحاجات اللي احنا بنحب نزين بيها. بس استنوا، شفتوا الخواتم بتاعتهم عاملة ازاي؟ يعني يا جدعان الخرز ده زي الخرز اللي احنا بنعمله دلوقتي. الحاجات دي طب الطب. وده تقريبا مذهب، فيعني ايه، مش تقريبا مذهب، طلع مذهب فعلا. اقول لكم حاجه، انا اكتر حاجه بحبها في الدراسه بتاعتي الصراحه هي الفخار
فيعني كون ان انا بشاهد فخار كتير جدا زي ده تحفة الصراحة. ف بجد عظمة على عظمة. اشكال فخار كتيرة جدا. الفخار ده لحد الان بنستخدمه، فدي حاجة موروث ثقافي ما تنزلناش عنه، لسه موجود لحد دلوقتي، فيعني حاجة تحفة الصراحة. بصوا يعني بصوا الترتيب بتاع الحاجات، بتاع الموضوعات قصدي، يعني تماثيل وهنا مثلا موضوعات، فبجد حلو قوي يعني. انا حبيت التقسيمه بتاعتهم الصراحه. بس يعني ان انا بجد مش عارفه اغطي كل القطع اللي موجوده، عشان هي يعني بجد على مدار العصور كلها بتاعت مصر تماثيل، موضوعات اجتماعية، حياة اجتماعية، حاجات حياة دينية، قطع بقى من الحياة اليومية بتاعتهم، وسواء مناظر سواء تماثيل، فبجد كتير جدا. وبجد انا نفسي اغطي كله، بس انا مش عارفة بجد يعني، مش عارفة اركز على ايه ولا ايه الصراحة. فانا مبهورة الصراحة يعني. لكم حاجة عشان اوريها لكم. احنا السنة دي او الترم ده خدنا مادة اسمها مادة عمرنا خدنا الفترة بتاعت اخناتون اللي هو من الحطب الرابع، وكان من ضمنها في العمارة بتاعته كان بيبني بحاجة اسمها احجار التلاتات. فهي دي احجار التلاتات، فانا بجد ما شفتهاش، بحب اشوف الحاجة اللي انا بدرسها، فلما شفتها دلوقتي اتبسطت الصراحة. فهي دي احجار التلاتات، هوريها لكم بشكل جماعة تحفة بجد، حلو قوي. فهو كان بيبني بيها علشان، او كان بيستخدمها عشان هي كانت سهله، ممكن شخص واحد يقدر يشيلها يعني، فكانت حاجه كويسه. بصوا هلو، عمك اخناتون يبدل وشقلب حال البلد. بس حلو الصراحه، حلو الصراحه. ما فوقي مش هبان لازم اقلب الكاميرا، نفسي اصور. مش عارفه اصور، بس هي شكلها حلو قوي الصراحه. بصوا يعني يخلوا لك المنظر على الطبيعه، دي حاجه تحفه الصراحه. مش عايزه ابين الناس اللي واقفه، بس المهم ان دي. بصوا احنا جينا عند حاجه في غايه التحف، توابيت لسه محتفظه باللون ده، اكيد بعد الترميم يعني، بس لسه محتفظه باللون بتاعها، شكلها لسه متماسكه، حروف باينه، حاجه في منتهى التحفه، تحفه بجد. استغل ان انا اثار عشان اديكم معلومات اثريه. التماثيل الصغيره اللي قدامي دي اسمها الأشبتي. الأشبتي يعني المجيبة، بمعنى عندهم في معتقداتهم يعني لما البني آدم يتوفى ويروح خلاص العالم الآخر، التماثيل دي بتقوم بالدور بتاعه. يعني مثلا هو في زراعة أو كده، فهم هيروحوا يعملوا المحصول أو يزرعوا أو كده يعني، فدي بتساعده في العالم الآخر، بحيث ان هو يروح حقول الإيارو اللي هي الجنة بالنسبة لهم في معتقداتهم يعني. فكانت التماثيل دي بتبقى كتيرة جدا جدا في المقبرة بتاعتهم، يعني مقبرة الواحد يعني ممكن تصل ل 360 361. فبحيث كل أشبطي أو كل تمثال واحد يعمل دور معين، اللي هيحصد، اللي هيزرع، اللي مش عارف هيعمل كذا، فليها كذا دور يعني، أدوار كتير جدا. فعشان كده عملوها بكثرة، وتلاقي كتير قوي في المقابر يعني بتاعتهم، بس بتوع الدولة الحديثة أكتر يعني، او دولة وسطى ودولة حديثة تقريبا يعني، مكانتش مشهورة قوي في الدولة القديمة. وصلت للحتة اللي عندي فوبيا منها. يا بابا بس المنظر تحفة بجد، انا مبهور جد. رمسيس تحت هنا. الله تحفة. هنا بوابة الدخول، اول ما ندخل هنلاقي جد رمسيس. انا بجد مش عايزة اقرب عشان حاسة ان انا واقعة. جد رمسيس هنا، فبجد تقسيمة عظمة. ابتعد بقى عشان انا حاسة ان انا هقع. فنشوف بقى احنا فوتنا ايه. تقريبا يعتبر فوت حاجات كتير والله، بس
عشان انا اتاخرت مش عارفه اروح ازاي، اقسم بالله انا اتمرمنت وانا جايه، فمش عارفه ازاي هروح بجد. ربنا معايا، ربنا يستر. يعتبر خلصنا جولتنا I think يعني. يا رب اكون غطيت الى حد ما المتحف كله، بس ما اعتقدش عشان بجد المتحف ما شاء الله كبير جدا. ورجعنا للقاعة فيها حاجة تحفة يعني. بس المهم ان شاء الله مش اخر مرة، هنجي تاني، هنجي كتير يعني ان شاء الله المرات الجاية، ونقدر نوثق المتبقى لان في حاجات كتير ما وثقتهاش. نلقاكم ان شاء الله في فلوج متحفي جديد باذن الله. انا عايزه اقول لكم ان انا اكتر حاجه بسطاني في الدنيا ده الاسانسير بجد. لا السلم المتحرك يا جماعه. استنوا، المشكلة مش واضح قوي بس تحفة يا جماعة، تحفة بالليل. مش عارفة، المهم ايه انا مشيت غلط. انا شكلي هاخد انذار بالمنظر ده بس ولو مش مشكلة. المهم ان انا اتبسطت ووثقت كل حاجة موجودة عشان تحفة الصراحة. لسه بيشتغلوا فيه، المفروض الافتتاح يعني، بس زي ما انتوا شايفين انا مبسوطة الحمد لله. زهرتكم مبسوطة، زهرتكم مش باينة اصلا بالفيديو بس ما علينا. انا عايزة اقول لكم انا كنت عايزة اركب الجولف كار ده، بنقول عليه برضو ديكوفيل، بس كنت انا لوحدي الصراحة. المهم بتاع ده انا ماشيه لوحدي وعايزه اعيط. انا ما صورتش الصور يا جماعه، انا صورت بس المتحف، انا ما صورتش صور شخصيه ليا، فانا يعني الى حد ما زعلانه من الحته دي، بس مش مشكله ان شاء الله نخرج مرات كتير وعارفه اتصور بس. وهكذا انت على الفلوج يا اصدقاء. لو عايزين فيديوهات من دي، انا ما بقولش ختمه على طول، بس يعني المهم لو انتوا عايزين فيديوهات متاحف توثيقا لهذه المتاحف التحفه بقولوا لي. عموما ان شاء الله هكتر منها عشان انا الصراحه حابه ان انا ازود المعلومات عن المتاحف يعني اكتر، او نزور المتاحف بما اننا في اثار يعني مش اثار اسما وخلاص. وبس كده يا اصدقاء، ان شاء الله يعجبكم الفلوج هيبقى صغير مش كتير، بس ان شاء الله تتبسطوا بيه. اخيرا زهره نورت بس ان شاء الله تتبسطوا بالفلوج يعني. وادعوا لي عشان اروح، عشان انا مش عارفه ازاي هروح اقسم بالله والله العظيم بستر ربنا يستر. ف انا بجد كنت عايزه اركبه يا جماعه، ما علينا. ف ان شاء الله خير ويا رب اروح على خير. وبس كده، مع السلامه. بس قبل ما ننهي انا عايزه اوريكم المتحف تحفه فنيه من بعيد بجد، تحفه. مش عايزه اقفل الفيديو عشان بحب ارغي كتير، بس خلاص هقفل الفيديو كده، خلاص ان شاء الله مش هفتح. ممكن اشارككم وانا مروحه، انا بجد مش عارفه اروح ازاي، فلو الدنيا عصلجت معايا هشارككم، لو ما عصلجتش ومشيت كما ينبغي مش هصور. وبس كده. انا زي ما كنت متوقعه هتمشى لحد الموقف، يعني يجي 10 دقايق ربع ساعه. ليه؟ عشان صعب المواصلات من هنا، مفيش مواصلات هنا توديني السكن، فهضطر امشي وحيده. ما علينا، بس هو الجو حلو يعني، ده مهون على الواحد. واتمنى يا رب الحق اصلي المغرب عشان ما صليتوش، ف خير ان شاء الله. بس تجربه يعني تحفه، ان شاء الله جربوها ان شاء الله ما يتم الافتتاح يعني، عشان بجد في حاجات ما شفناهاش يعني، في حاجات قاعات كده كانت مقفوله، وتوت عنخ امون كانت مقفوله تقريبا، ف ما دخلناش نشوفها يعني. المفروض كل المقتنيات نشوفها، كل المقتنيات اللي جت في المقتنيات، فان شاء الله نيجي بعد الافتتاح ونتفرج على، انا مش عارفه الصوت هيبقى كويس لا، بس يعني اتمنى الصوت يبقى كويس،
المهم نشوف القاعة بتاعت توت عنخ آمون بس بعد الافتتاح. وبس كده يا اصدقاء. انا بجد هقعد ارغي كتير قوي، يعني هقعد ارغي كتير قوي، بس ما علينا، ان شاء الله نوصل السكن بدري ان شاء الله. بس كده.